النهارده اخر ليله لينا في الهند. اسبوع كان طويل جدا، مليان باغرب الحاجات اللي شفناها في حياتنا. وتصادف بقى ان اخر يوم لينا في الهند هو يوم الجمعه. احنا لما جينا اول الاسبوع كان يوم السبت وماشيين فجر السبت، فمن حظنا ان احنا هنلحق يوم الجمعه في الهند، فقررنا ان احنا هنصلي صلاه الجمعه في الهند وهنشوف في اي اختلاف ما بينهم وما بيننا ولا لا. وعايز بقى بالصدفه الغريبه جدا دي بابايا بعت لي فويس نوت صدفه، هو ما يعرفش اصلا ان احنا هنصلي الجمعه هنا ولا اي حاجه. يا عبد الرحمن، بالمناسبة بكرة الجمعة حاول تصلي انت ومحمود في مسجد هناك، يبقى انت صليت في ارض الهند. ارض الهند كان بيضرب بها المثل زمان، فيبقى ليك سجدة هناك في ارض الاسلام فيها قليل جدا يعني، وربنا يكرمكم ان شاء الله. هو ما يعرفش سبحان الله. ما يعرفش. احنا مرتبين ده من امبارح. يلا بينا. يلا. احنا يا دوب خلاص هنا بيدن 12:30. هنوصل ونتابعكم. احنا في الطريق، يا رب نلحق. يا رب نلحق. احنا موضوع الخطبه ده شغلنا قوي. المفروض ان احنا رايحين مسجد من اكبر مساجد كيرلا، وهو اكبر مسجد في تريفندرم اللي احنا فيها دي. نستنى نشوف ممكن يكون شكله عامل ازاي، كبير ازاي. عندنا اسئله زي هل عندهم خطبه زينا؟ طب الخطبه شكلها عامل ازاي؟ مدتها قد ايه؟ بالعربي ولا لا؟ مش كل المسلمين هنا بيتكلموا عربي. متحمس جدا. احنا وصلنا الجامع الحمد لله، لحقنا. الخطبه شغاله. الخطبه شغاله الحمد لله. خطبه بالهندي. هندي مش بقول لك؟ ايوه عشان يعني يكلم الناس كلها. السلام عليكم. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ നാട്, അതാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വല്ലാത്ത കയ്യേറ്റ മനോഭാവമുണ്ടല്ലോ, ചൂഷണ മനോഭാവം. الخطبه هنا متصوره الدور الثاني، هم شايفين الامام. أيها الناس أوصيكم وإياي ثانيا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الحمد لله. لسه مخلصين الصلاه. ايه رايك في اللي حصل؟ انبسطت جدا جدا ان انا فعلا صليت. جربت تجربه ان انا اصلي الجمعه في بلد مختلفه، بلد غريبه عننا، لغه غريبه عننا. 80% من الشعب الهندي هندوسي، 10% كريستيانز، 10% مسلم. احنا من الاقليه تقريبا، بس الجامع كان مليان. تجربه حلوه يعني. هو الجامع الوحيد كمان اللي في المدينه، فلامم الناس كلها، وجامع دورين، وزي ما هتشوفوا هو شكله جميل جدا. وعجبني قوي موضوع ان الدور التاني علشان الامام تحت وبيقول الخطبه، فالدور التاني مش شايف الامام، فهم حاطين شاشه تلفزيون وفي كاميرا بتصور الامام وبتلايف فيد فوق علشان الناس تبقى اكنها قاعده قدامه، فكانت تفصيله حلوه قوي. من اغرب الحاجات شفتها عناية، دايما بلاقي كنيسه جنبها مسجد. المره دي لقينا معبد من المعابد بتاعتهم جنب المسجد، وتعدي الشارع تلاقي كنيسه كده كده. اللي لازقين المعبد البوذي ده او ايا كان الهندوسي ده جنب المسجد. دلوقتي احنا رايحين على جاتايو. احنا دلوقتي داخلين نقطع تيكت التلفريك. البتاع ده كله ب 1100 1200 روبي الشخصين. جاتايو اوه ايه ده؟ بتاع فوتو ده. واخيرا في اعلى نقطه في كيرلا، جاتايو.
اخر ليله لينا في الهند. اتبسطنا قوي 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 بالرحله دي. الاكسبيرينس كانت مش طبيعيه خالص. اختلاف الديانات، اختلاف الثقافات، اختلاف كل حاجه بيخليك تشوف نظره تانية من المجتمع وبتخليك تشوف نظره تانية من الواقع. استنونا في الرحله اللي جايه، يا ترى هتكون فين؟ نشوفكم على خير. خلاص هنودع اهم شخص في حياتنا في الرحله دي. يس ابراهيم، الشخص اللي اتحول من مجرد سواق اوبر مش واثقين فيه ولا نعرفه ابراهيم راح فين؟ You like Egyptian songs؟ لاكتر شخص امين علينا وعلى حاجتنا طول الرحله دي. بس الكوميدي في الموضوع انه ما طلعش اسمه ابراهيم، كل ده بنقول اسمه غلط. شكرا بريم، اكتر واحد ساعدنا في الرحله دي. ابراهيم هيما. Hello. We're saying goodbye. Will you miss us? Rate the experience with us from 1 to 10. 1 to 10. Rate the experience. You were happy. We were happy. We love you. Tour is good. Tour is good. Okay. Thank you. Thank you, Brain. I thought it should be